درسنا النهاردة هو بارت 2 من موضوع ازاي اختار موسيقى مناسبة للبروجكت بتاعي. ولو محتاج تعرف بارت 1 هتلاقيه نزل يوم الثلاث اللي فات الساعة 10 مساء، وهسيبهولك كمان في الاي اللي بتظهر من فوق تقدر ترجع له وتستفيد منه. واللي سمع بارت 1 عارف كويس قوي قد ايه كانت المعلومات مفيدة، ومتهيألي كان ممكن تكون أول مرة تسمع عنها. فعلشان كده ركز معايا وتعالوا نشوف كمالة موضوعنا النهاردة علشان تعرف تكون احترافي في اختيارك للموسيقى بتاعتك للبروجكت اللي انت شغال عليه. في درسنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن 3 حاجات مختلفين، وهي الثيم والمود والجنر، وأخدنا كل واحدة منهم يعني ايه، وأخدناها كمان بالتفصيل وأخدنا أمثلة مبسطة عليها. هكذا النهاردة هنتكلم على 3 حاجات تانيين مختلفين عن درس المرة اللي فاتت، وتعالوا نعرف مع بعض ايه هي أول حاجة. أول حاجة عندنا وهي البورتفوليو. البورتفوليو يعني إيه؟ يعني ملف الأعمال. طيب إيه اللي دخله في الموسيقى؟ هقولك إن البورتفوليو ده هتلاقي فيه أكتر من ملف أو مكتبة أعمال، كل واحدة منهم بتبقى عبارة عن مجموعة من المقاطع الموسيقية اللي بتنتمي لشركة أو فنان معين. طيب تعالوا نشوف مع بعض من خلال الويب سايت اللي إحنا بنطبق عليه السلسلة بتاعتنا إزاي أختار موسيقى مناسبة للبروجكت بتاعي. اهو الويب سايت ده اسمه انفوتو. وعلشان برضو اللي ما سمعش الدرس بتاع المرة اللي فاتت او لسه ما رجعتلهوش، هقولك ان الويب سايت ده لازم تكون دافع له او تكون مشترك فيه. ليه؟ طيب انا بطبق عليه شرح السلسلة دي. هقولك علشان هو بيديني كل الفلاتر دي، اهو بيخيرني ان انا اظبطها قبل كمان ما اختار الموسيقى بتاعتي. طيب لو انت هتنزل من على ويب سايت تاني هقولك برضو انك هتبقى فاهم ازاي تعمل سيرش وتختار مثلا البورتفوليو او السيم او الجنر او المود، اي حاجة من الحاجات دول وتعمل بيها سيرش حتى لو هو مخيركش. ففي كل الحالات هتعرف توصل للموسيقى المناسبة اللي انت عايزها. لكن دلوقتي اهو هو مديني البورتفوليو وكاتب لي تحتيها بريميوم بيت. طيب ايه البريميوم بيت دي؟ دي شركة تبع الموقع ادوبي، ودي تعتبر من اكبر واشهر المنصات بيعا للمقاطع الموسيقية المرخصة. وبما ان هي اكبر واشهر المنصات للموسيقى المرخصة، طبعا هي فيها موسيقى احترافية جدا وهتعجبك قوي. فبمجرد ما انا بعمل الشيك مارك على البريميوم دي، هتلاقي طبعا فتح لي كل الميوزك اللي جوه المكتبة دي. فعلشان هي مرخصة طبعا لازم تبقى دافع لها فلوس، وكده كده الويب سايت ده كده كده لازم باشتراك. فدي أول حاجة. تعالوا بقى نعرف تاني حاجة. تاني حاجة معانا وهي اللينس. يعني إيه اللينس؟ دي اللي بتخليني أتمكن من إن أنا أحدد المدة الزمنية للمقطع الموسيقي اللي أنا عايزاه. طيب تعالوا نجرب مع بعض من خلال الموقع بتاعنا. دلوقتي أهو هو مظبوط على إنه من الزيرو لغاية إني، يعني أي حاجة طلعه لي هتلاقي. بص أهو مثلا خلينا من الأول، مديني حاجة دقيقة 49، حاجة مش عارفة داخلة على 3 دقايق، أهو 3 دقايق ومديني توقيتات مختلفة وبعيدة جدا عن بعض. طيب أنا محتاجة مثلا مدة موسيقية معينة، يعني مثلا محتاجة، خلينا نشوف أهو، محتاجة مثلا هي راحت فين أهو، محتاجة إن هي تكون من 10 ثواني. تمام أهو، لأن أنا أخليها مثلا 40 ثانية. فأنا حددت له إن المدة الزمنية اللي أنا عايزاها من 10 ثواني ل 40 ثانية، لا تزيد ولا تقل، يعني ما تزيدش عن ال 40 وما تقلش عن 10 ثواني. طيب هتلاقي أهو عندي 24 ثانية، 13 ثانية، عندي 33 أهو. لو فتحت هنا أهو لما بيديني السهم وبلس 1 هتلاقي أهو مديني حاجة تانية ب 33 ثانية. المهم إن أنا لو فضلت أقلب كده هلاقيه إن هو مش قالل عن 10 ثواني، وفي نفس الوقت مش مزود لي عن 40 ثانية. ولو كمان ضغطت على البيج اللي بعدها هلاقي برضو أهو كلهم ما بين الرينج اللي أنا اخترته. طبعا محتاجة أزيد محتاجة أقل، يعني مثلا خلينا نجرب. لو أنا مثلا عايزة لغاية 55 ثانية أهو، بصوا كده أهو هتلاقوا إن زاد معايا أهو ل 53 ثانية.
أنا مختارة إنه ما يزيدش عن 55. طيب لمّا كنت محددة لل40 ثانية ما كانش ظاهر معايا الحاجات يعني موسيقى زي دي، لكن علشان أنا محددة 55 فأهو بُصّوا كده أهو 43 ثانية، 38 وكل برضه ما هاغيّر الpage بتاعتي أو هاختار next هالاقي إنه عادي جدًا بيختار لي برضه في range الوقت اللي أنا محدداه له. بُصّوا أهو لغاية 54 ثانية و55 ثانية مش مخاطيها حتى بثانية زيادة، فده بالضبط اللي إحنا بنعمله أو اللي بنحدد منه المدة الزمنية بالضبط اللي إحنا محتاجينها. وتعالوا بقى نشوف تالت حاجة معانا. تالت حاجة معانا وهي آخر حاجة هي الtempo، والtempo ده هو الإيقاع، وده اللي بيحدد لي سرعة المقطع الموسيقي اللي أنا باختاره، والوحدة بتاعة القياس بتاعته هي beats per minute اللي هي اختصار بتاعها BPM. طيب ليه باقول إن وحدة قياس الtempo الbeats وإيه الفرق بين الtempo والbeats كل ده هنعرفه دلوقتي حالًا. تعالوا نطبّق على الموقع بتاعنا. دلوقتي أهو عندي الtempo في منه إن أنا ممكن أختار الvery slow اللي هو يبقى المقطع الموسيقي بتاعي بطيء جدًا، تمام، الإيقاع بتاعي يكون بطيء، وده بيكون 60 beats per minute تمام، أو 60 BPM. وعندي الvery slow اللي هو بطيء جدًا، الslow اللي هو البطيء، وده بيتراوح ما بين 60 ل90 beats per minute. طيب بعد كده عندي الميديم اللي هو الإيقاع المتوسط، لا هو سريع ولا هو بطيء، ده بيكون ما بين 90 ل110 beats per minute. بعد كده عندي الأب بيت اللي هو ده بيكون حماسي أو حيوي شوية، يبقى الإيقاع بتاعي سريع شوية وحيوي، وده بيكون ما بين 110 ل140 beats per minute. طيب الفاست اللي هو السريع وده من 140 ل160 beats per minute. وعندي الآخر حاجة اللي هي very fast اللي هي أعلى من 160 beats per minute. طيب أفهم من ده إيه برضو إيه الفرق، وزي ما قلت لك ليه بقيس التيمبو بالبيتس وإيه الفرق ما بينهم. أولا كده البيت هي يعتبر النبضة اللي بتحس بيها أو الوحدة الأساسية اللي أنت بتحس بيها في الموسيقى. طيب يعني إيه؟ لو أنا مثلا بسمع موسيقى فبلاقي صوت كده تكات، لو بتركز مع الموسيقى طبعا الموسيقى بتبقى عبارة عن بيتس، فهتلاقي كده عند البيت دي هي اللي أنت محتاج تهز فيها راسك أو تسقف معاها، تمام، أو مثلا تحرك فيها رجلك، فهي دي البيتس، هي إحساسك بالموسيقى عند الدقات دي أو الإيقاع ده هتلاقيها ماشية بإيقاع منتظم، البيتس دي لازم بتكون بإيقاع منتظم. طيب هنمثلها بإيه؟ زي مثلا دقات الساعة أو عقارب الساعة. يعني إيه؟ الساعة بتمشي كده بتكات منتظمة، لو أنت ركزت مع الساعة هتلاقي النبضات بتاعة الساعة هي منتظمة أو على أبعاد زمنية متساوية، فهكذا البيت اللي بيبقى في الموسيقى بيبقى محتاج إيه؟ هو ده اللي همشي معاه، هسقف معاه. فتعالوا مثلا نشوف موسيقى معينة، فأنا مثلا لو هختار سلو أهو، خلينا مثلا نجرب في دي أهو. زي ما انتوا سمعتوا في عندي بيتس في حتت كده أنا محتاجة أول ما تسرع أنا بسرع معاها بسقف معاها، هتلاقي تلقائيا كده ممكن تهز راسك معاه أو أي حاجة. دي البيتس ودي هي اللي بتحسسك بالموسيقى نفسها. فالبيتس دي زي ما قلت لك هي النبضة أو هي إحساسك بالموسيقى، ولازم تبقى على فترات زمنية محددة. طيب التيمبو بقى هو إيه؟ التيمبو هو الإيقاع أو السرعة بتاعت البيتس. يعني مثلا لو البيتس بتاعتي بطيئة تمام، فالتيمبو بتاعي بطيء. يعني إيه برضو؟ هيكون إيقاعي بطيء. كل ما هتزيد البيتس أو البي بي إم هيزيد معايا سرعة الإيقاع اللي هو التيمبو. لكن لو قل معايا اللي هو البيتس أو البي بي إم هيقل معايا سرعة الإيقاع، هيقل معايا التيمبو. فالتيمبو هو عبارة عن يعني بيشمل البيتس، هو الإيقاع بتاع البيتس أو سرعة البيتس،
فكل ما بتزيد البيتس كل ما بيكون الإيقاع أسرع، الإيقاع اللي هو إيه؟ اللي هو التيمبو. فهبسطها لك تاني بشكل أسرع. عندنا البيتس وعندنا التيمبو. التيمبو ده هو اللي بيحتوي البيتس، فالبيتس هي النبضات أو الوحدات اللي بحس بيها في الموسيقى. كل ما بتزيد البيتس دي طبعا بيزيد معايا الإيقاع اللي هو إيه؟ اللي هو التيمبو. فخلينا هي علاقة طردية كده. فبس كده، ده كان موضوع درسنا النهاردة. أتمنى تكون استفدت منه وعرفت الفرق بين البورتفوليو واللينز والتيمبو وكمان البيت، ويكون الموضوع وصل لك بشكل مبسط. لو عجبك الدرس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصل لك كل الفيديوهات اللي بتنزل على القناة وتستفيد منها. وما تنساش تقولي رأيك في الكومنتات، واستنى درس جديد كل يوم سبت وتلات الساعة 10 مساء.